ثلاثية جديدة في وسط الاتحاد، هل تعيد الفريق إلى الحياة؟ جاياردو يؤجل الاعتماد على ثنائي الاتحاد. رغم حاجة الفريق، تطور عاجل في موقف ثنائي الاتحاد المصاب. قرار حاسم من جاياردو، عاجل أول الراحلين عن الاتحاد ومفاجأة الميركاتو الصيفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن ندخل في تفاصيل فيديو اليوم، ندعوكم للصلاة على النبي ثم الاشتراك في قناة المشجع الاتحادي لتكون على اطلاع دائم ومستمر بأهم أخبار نادي الوطن نادي الاتحاد. ثلاثية جديدة في وسط الاتحاد، هل تعيد الفريق إلى الحياة؟ يستمر الحديث بشأن الصفقات المحتملة داخل نادي الاتحاد خلال الموسم الكروي المقبل مع اقتراب نافذة الانتقالات الصيفية، ويسعى نادي الاتحاد إلى الحصول على خدمات البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. ويطالب جمهور نادي الاتحاد أن يكون دي بروين أول صفقات الفريق في الصيفية، ويؤمن جمهور الإتي أن دي بروين سيشكل ثلاثي قوي مع نجولو كانتي وفابينيو في وسط الميدان. جمهور الاتحاد يعتقد أن فابينيو وكانتي هما أفضل الصفقات التي حصل عليها الفريق في الصيفية الماضية، وأن دي بروين سيعيد وسط الميدان إلى الحياة. ويرغب جمهور الاتحاد في التخلي عن عدد كبير من الأجانب المتواجدين في الفريق هذا الموسم، أبرزهم الجناح البرازيلي رومارينيو والمدافع لويس فيلبي. جاياردو يؤجل الاعتماد على ثنائي الاتحاد رغم حاجة الفريق. كشفت صحيفة الرياضية في عددها الصادر صباح اليوم آخر تطورات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وذلك في ظل استعدادات الفريق لمواجهة نظيره الحزم السبت المقبل. وأكدت الصحيفة في عددها الصادر صباح اليوم أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يهدف إلى إشراك الثنائي مهند الشنقيطي وسعد آل موسى بشكل تدريجي في المباريات خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن الجهاز الفني للاتحاد وضع برنامج خاص للثنائي بتوصية من الجهاز الطبي، وذلك على الرغم من اكتمال شفائهم وانتهاء برنامجهم العلاجي والتأهيلي. ويخطط جاياردو لإشراك الثنائي خلال مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفقا لنتائج الاختبارات البدنية والفنية لهم. تطور عاجل في موقف ثنائي الاتحاد المصاب، قرار حاسم من جاياردو. يستمر الحديث بشأن كواليس قلعة نادي الاتحاد خلال الفترة الأخيرة، حيث يعاني الفريق الجداوي من غيابات مختلفة بين إصابات أو بسبب المنتخب الأولمبي. وحسب صحيفة الرياضية، يعود الثنائي سعد الموسى ومهند الشنقيطي تدريجيا إلى فريق النادي الاتحاد. ورغم اكتمال البرنامج العلاجي الخاص بالثنائي، إلا أن المدير الفني مارسيلو جاياردو يفضل الدفع بهما بشكل تدريجي. عاجل أول الراحلين عن الاتحاد ومفاجأة الميركاتو الصيفي. فجر الإعلامي فارس الفزي مفاجأة عن نادي الاتحاد بعد كشف مخطط وتفكير الإدارة في الميركاتو الصيفي. أوضح الفزي في تصريحات تلفزيونية أن البرازيلي رومارينيو لاعب الاتحاد سيرحل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم رسميا، بالإضافة إلى تسويق عقد البرتغالي غوتا سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. وأشار إلى حسم الإدارة قرارها بشأن التعاقد مع حارس أجنبي بديلا من جروه لدعم مركز حراسة المرمى. وأضاف: مخطط إدارة الاتحاد في الموسم الجديد هو التركيز على التعاقد مع لاعبين مواليد الفان وثلاثة والظفر بأبرز المواهب في الكرة العالمية. إذا كنت تشاهد الفيديو إلى هذه الدقيقة فأنت من الاتحاديين الأوفياء، ويسعدنا كتابة اسمك في التعليقات لنشارك في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.